اتصال هاتفي من امرأة مواطنة جعلنا نتحرك لرصد ظاهرة هروب الخادمات من المنازل. بادئ الأمر كنا نعتقد بأن الهروب يتم بصورة فردية ودون ترتيب مسبق، لكن بعد دخولنا لهذا العالم رأينا بأعيننا كيف تسير عملية هروب الخادمات بصورة منظمة من عصابات من بني جنس الخادمات، يقومون أولا بتزيين الهروب لهن، ثم يبدأون ابتزازهن وإجبارهن على القيام بأي عمل كان في الوقت الذي تبذل فيه دولة الإمارات كل جهد من أجل الحفاظ على حقوق العمالة بشكل عام. لكن الإنجازات الكبيرة للدولة من أجل حفظ حقوق الناس تذهب سدى بأيدي الخادمات لا بأيدي غيرهن. ما إن غادر جميع أفراد المنزل إلى أعمالهم حتى هربت الخادمة روبيكا من منزل مخدومها. لكن مهلا، فروبيكا هي بطلة قصتنا وشريكتنا في إزاحة الستار عن أسرار هروب الخادمات، وهي التي ستساعدنا في الكشف عن إحدى عصابات تهريب الخادمات التي وصل خبرها لرجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان. فكانت الخطة تقضي بوضع روبيكا كطعم في إحدى محال البقالة التي يرتادها أفراد العصابة. आपके पास कोई टैक्सी ड्राइवर को कोई पहचानते आप؟ ساعات طويلة تمضي في انتظار أن يسقط أحدهم في شر أعماله، لكن يبدو أن قصة روبيكا لم تكن مقنعة لهم بما يكفي، فهم أذكياء ومنظمون بشكل فاق توقعاتنا، فقررنا الانسحاب بشكل تكتيكي والمحاولة مجددا في يوم آخر. Hello. You working in Sharjah? Where? I come Sharjah. فعادت بطلتنا روبيكا لتكافح من جديد بغية إنقاذ مئات الخادمات المغرر بهن من عصابات التهريب بإغراءات وأحلام وردية في حال هروبهن من منازل مخدومهن. وعندما اقتربت عقارب الساعة من 11 مساء لاح الفرج. ولشدة الحذر وحرص أفراد العصابة كان لابد من تهريبها من إمارة عجمان إلى الشارقة بسيارة أجرة للتأكد من أنها غير مراقبة. هنا يتبرع أحدهم وللأسف بإخبار أفراد العصابة بأنهم مراقبون، فيتخلى الجميع عن روبيكا. لكن بعد فوات الأوان فقد نجحت بطلتنا في أخذ العنوان الذي سيستقبلها هي وغيرها من الخادمات الهاربات، فتابعناها من بعيد بينما يقوم رجال تحريات عجمان بضمان سلامة الجميع وتمرير المعلومات التي بحوزتهم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة، التي تعاملت مع الأمر بحرفية عالية ودقة شديدة، فقامت على الفور بتحديد الشقق المشبوهة واستخراج إذن التفتيش من الجهات المسؤولة. 1 بعد منتصف الليل تدق ساعة العمل، فننطلق برفقة فريق متابعة المخالفين التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بإمارة الشارقة إلى الأهداف المحددة. ثم تكون المباغتة التي فاجأت الخادمات الهاربات وأفسدت أحلامهن. معيشة قاسية وحجر صغيرة تشترك بها عشرات الخادمات مع رجال غرباء من أجل دراهم قليلة، بينما كن يعشن حياة هادئة ومستقرة وكريمة في منازل مخدومهن، وكان القانون يكفل لهن جميع الحقوق، فلا يستطيع أي شخص أن يقوم بالاعتداء عليهن أو مس كرامتهن. لكن الآن يستغللن بطريقة بشعة من أشخاص يقومون بابتزازهن كونهن مخالفات
لقوانين العمل والإقامة. في واحد نفر هذا مكتب، أنا بروح مكتب أكدوا تاد بنات. أخذت من بلاد يعني الرقم أعطوني ما بنات. اوكي، قالوا لك أول ما توصلي الإمارات سوي تليفون. إيه. بعدين؟ خلاص بعدين قلت لهم شي بعدين قالوا لي خلاص نحن بنساعدك وطلعت. Dagul barah zen, yani pi sokol zen, yani wajib sokol. Bes enan barah ada ini sesuai sokol lah. Pi sedik tani Filipin, badan huwa pi sedik tani huwa sili hada ma pi taksi hada sili. Badan wadi hada pemilik mini sawa Abu Sagara. إذا full time 1200. وأرباب ما في خسارة زيادة يعني فلوس ثابتة؟ أول أرباب ما يسوي إقامة 15,000 يدفع مشان أوفيس مكتب وأنت يجي يروح لا؟ يراوي ما يراوي. أنت شغل بارت تايم فلوس كم يحصل ممكن؟ مو بارت تايم نشتغل فول تايم. فول تايم كم؟ 1300. من هناك 600 وهني بارت تايم 1200. بس أنا ما أقدر أشغل هذا بيت ما في زين. كل يوم قرقر بعدين شغل زيادة أنا ما أقدر بابا. أنا قبل في صديق تبيا وقلت له يصير برا بعدين هو برا زين وفلوس زيادة عشان كذا أنا مو كبسي أريد يصير برا عشان كذا بعدين هو آتي أنا نمبر عشان يصير برا بعدين أنا أصير تاكسي وأنا في الليل الساعة 11:30 أنا أصير برا بس. وعود كاذبة من تجار تهريب الخادمات قلبت حياتهن رأسا على عقب، وها هن الآن يجنين حصاد أيديهن. وتبقى الأسئلة المتكررة دوما وأبدا: من يعوض الأموال التي أنفقها من استخدم الخادمة أو الكفيل بمعنى آخر؟ ولماذا تقتصر مسؤولية مكاتب الخدم على توفير الخادمة فقط دون إرشادها وتحذيرها من عصابات تهريب الخادمات؟ وهل يعتبر بعض أفراد المجتمع مشتركين في انتشار هذه الظاهرة عندما يقومون بتوفير عمل للخادمات الهاربات؟ وإلى متى سنبقى نندب حظنا مع كل يوم تهرب فيه خادمة وتضيع أموالنا؟ أسئلة عديدة تبحث لها عن إجابات ليست لدينا، وإنما لدى الجهات المسؤولة عن حل هذه المعضلة.